شنو بغا يقصد بوست فاش قال لولو الحاصل حواء خرجه من الضلع شي سلعه ما سلعه كاينه جوايه هضرعه. واش حواء من ضلع ادم ولا ادم من ضلع حواء؟ دير سيف الفيديو باش ترجع لي. طبعا الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن غادي نناقش الموضوع بالتفاسير اللي كاينين. جميع المخلوقات من نفس واحده، كيف ما قال الله عز وجل في ايه من السوره ديال النساء، يعني كل شيء جا من نفس واحده بدون الحاجه للذكر والانثى، حتى وصلنا لمرحله التطور اللي ولينا فيها ذكر وانثى. هي فين قال الله عز وجل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ولينا من تكاثر لا جنسي لتكاثر جنسي. سبحان الله. اوكي، دابا فين عند بوز موقف او راي اخر من القضيه، وماشي غير هو هادشي راه ما متفقينش فيه مفسرين هما، يعني هادشي ماشي جديد. في المورود التقليدي المعروف كاين حديث عند البخاري في ان حواء خلقت من ادم، ولكن كاين ايضا فقهاء وعلماء في نفس المجال اللي ما متفقينش مع هذاك الحديث، واللي قالوا ان هذيك الكلمه ديال الضلع هي فقط تعبير مجازي لا غير. وبالنسبه للبيولوجي، ولا بغينا ناخذوا هذا الامر شويه بجديه، نقدروا نقولوا ان المراه تقدر تكون هي الاساس، بحال الكروموزومات الجنسيه عند الراجل غير متماثله اللي هي اكس واي، اما المراه عندها اكس اكس واللي متماثله. غنبان فيمينيست في هذه اللحظه، راه ما كنفسروش، غير كنناقشوا في هذاك الشيء اللي مطروح، وفي الاخير كل رايه في دماغه. اوكي، شنو اللي تيقول القران الكريم في هذا الموضوع؟ الايه 49 من سوره الشورى كتقول بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكورا. فالانثى هنا جات بدون التعريف اناثا، يعني جات منكره، اما الذكر فجاب التعريف. علاش؟ ما نساوش بعد تتابعوا القناه ديالنا باش يوصلكم اللي جاي. تيقولوا بعض المفسرين ان الانثى جات بالتعريف لانها هي الاساس، ولانها هي ذو الكروموزوم دبل اكس، ولانها هي اللي جات بالطبيعه الاولى، ولان الذكر جا منها اللي هي الاساس، ضروري ما كان غادي يكون محتاج التعريف. وهذاك الشيء علاش عرفوا بها الله عز وجل في هذيك الايه. فاللي مرجح ان بوز ممكن يكون قصده في هذاك السطر هو ان كل التفاسير كيبقاو غير تفاسير، وان المعنى الالهي كان مجازي في الايه، وما تبقى هي فقط تفاسير واجتهادات بشريه، وان الناس اللي كيصدقوا بالتفاسير البشريه على انها حقيقه مطلقه، فمرجح اكثر ان الذكر جا من الانثى، حتى بالنسبه لهذوك التفاسير البشريه ديال الاخرين اللي هما اجتهادات ديال البشر بحالي وبحالك. شنو بان لكم في هذا الشيء وشنو اللي نتوما معاه؟ غادي نقراو التعليق ديالكم ونشوفكم في فيديو جاي.